في حد فيكم كان عنده عادة معينة بينسى حاجات في مكان مثلا ويمشي يضيع حاجات، يضيع مثلا محفظته، يضيع مفاتيحه كل فترة، لدرجة ان الناس بتتخيل انها عادة عندك؟ كتير جدا ناس تلاقيهم موصومين كده وعندهم ليبل محطوط على راسهم، الناس حاطه لهم الليبل ده وبيقولوا لهم قد ايه انه طبعا ما انت اكيد بقى كالعاده لما تنسى حاجاتها، او كالعاده ما هي طبعا ما انت اكيد انت على طول مسطله، انت على طول مش عارفه ايه. لو حد فيكم من الناس اللي بيحصل معاهم كده او اللي بيقولوا على الناس اللي بتنسى الكلام ده، الفيديو ده عشانكم. شهر حصل ان انا جيت كده في لقطه كده مش لاقيه محفظتي، وبصراحه بقالي كده يعني يمكن نقول سنتين اتعلمت كده سر، وحابه ان انا اشارككم السر ده النهارده. والله الفيديوهات دي فيها افكار مختلفه، اللي يحب ياخد الفكره اهلا وسهلا وتبقى حاجه جميله لو كان خير ليه، واللي مش عايز ياخد الفكره شيء كويس برضو طيب ليه، لان هو ممكن يبقى عنده افكار تانية تفيده في الدنيا. فالموضوع ملوش دعوه بيا، ملوش دعوه بفكرتي، هو ليه دعوه بسبب الفيديوهات نفسها. وهدف الفيديوهات هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن نشر وعي، زياده ادراكنا للاشياء وللقيمه بتاعه الحاجات نفسها، علشان في الاخر نقدر نبقى عايشين في الارض على احسن شكل، باحسن حال، بقدر الامكان. انا منى النحاس، فاوندر بالانس بينجز. تعالوا نكمل القصه ونشوف ايه اللي النهارده ممكن نطلع بيه. في يوم نسيت المحفظه بتاعتي، راحت في حته ما انا فعلا حقيقي مش عارفه هي فين. في الطبيعي بتاعي كنت بقلب عليها الشقه ليترلي، ما كنتش بسيبها خالص، ما بدخلش بطلع الموضوع من نافوخي. وطبعا مع ان انا ما باخدش خطوه ناحيه ان انا اتوقف، يعني بفضل مكمله ومصره، عندي اصرار وعزيمه فظيعه ان انا الاقي الحاجه اللي تايهه مني. طبعا بينزل معاها مع التتر كده لوم وعتاب لنفسي وقد ايه وجلد ذات، لان انا ايه الحماره دي اللي سايبه حاجاتها؟ سبتي حاجاتك فين؟ طب ليه؟ طب يا ترى حصل ايه؟ طب يا ترى اتسرقت؟ طب مين اللي سرقني؟ طب مين اللي عمل كده فيا؟ يعني حاجات كتير قوي بتحصل طبعا بتخليني ابقى، او افكار كتير بتيجي على بالي ومشاعر كتير بتصيبني، وبحس ان انا اكيد 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 من المشهد ده انا وحشه. طبعا ده غير بقى اصابع الاتهام اللي بتنزل عليا لو انا كنت لسه غير متزوجه فبتنزل من اهلي ان انا اكيد مقصره، وان انا اكيد بني ادمه مش كويسه، ان انا نافوخي مش فيا، وكل الكلام ده. بعدها لو دخلنا في مرحله الجواز، ففي الغالب الناس اللي بتبقى بتمر بحاله بتاعت فقد الاشياء دي بيجي لها طبعا برضو اصابع الاتهام غصب عن الناس اللي حواليها، يعني بتجيلها من الزوج او الزوجه، ويحصل حاجه اللي اسمها disappointment او الخذلان من الطرف الاخر، والحكم على الشخص ان هو شخص مش كويس، وانه قد ايه المهارات اللي عنده مش كفايه لدرجه ان هي تخلينا نبقى ماشيين كويسين وزي الفل وايزي في حياتنا. اكمل لكم بقى قصه الفقد بتاعت محفظتي. بعد ما ضيعت بقى المحفظه بتاعتي دي فتره طويله، يعني ممكن مثلا نقول شهر مثلا، والكارت بتاع القرشينات كان بره المحفظه. خلاص تمام الحمد لله. كل حاجتي بقى التانية في المحفظه التانية دي، والبطاقه طبعا احنا بنتكلم في ان هي حاجات بسيطه وكلها حاجات مش مأساويات ولا حاجه، بس البني ادم لما بيكون في الحياه عموما ضايع منه شيء، اسهل حاجه ان هو يبدا يلوم نفسه، يلوم الناس اللي حواليه، يبقى زهقان وقرفان، عايز يرمي في مشاعر كتيره من اللوم والعتاب لنفسه او لغيره. فدي المشاعر اللي في العموم بتتحط جوه قلبنا، ولكن في الوقت ده احنا بنبقى محتاجين نشفت شويه المايند سيت، وده طبعا بيجي بالتمرين، ان احنا نشوف اوكي دلوقتي الموقف اللي احنا فيه ده هو احنا فيه ليه؟ اشمعنى انا يعني موجوده في الموقف ده؟ واشمعنى الحاجات دي مش تاخده مني دلوقتي؟ واشمعنى اسئله كتير جدا، الاجابات بتبقى بس في عقلك وفي قلبك انت، لو انت عندك المايند سيت ده انه كل حاجه بتحصل وليها سبب، والقدر بتاعها هي بتحصل بقدر معين، ويعني بنسبه معينه، وليها اسباب، والمفروض ان المفعوص مع الفكره دي لازق فيها كده ان الاسباب دي في الاخر هتؤدي الى خير. لو عندك المبادئ دي
كمل معايا كده القصه بتاعتنا ونشوف ايه اللي حصل. قصه المحفظه، بعد ما خلاص نسيت خالص موضوع المحفظه، راح من نافوخي تماما وعشت وتعايشت من غير محفظتي، من غير المحفظه اللي فيها الاساسيات بتاعت حياتي، بطاقه، كارنيهات نوادي، كارنيهات ميديكال، حاجات مهمه بالنسبه لي. يعني المفروض ان انا طبيعي ان الواحد بيبقى حاسس ان هو محتاج يبقى متامن كده وهي معاه، بس ساعات بتلاقي ان الدنيا الحمد لله بتظبط وانه مفيش احتياجات ليها. يعني مثلا الحمد لله ساعتها ما وقفتش مثلا في كمين، ما اتقفشتش ان انا مش معايا رخصي، ما احتاجتش ان انا اسيب بطاقتي ولا حد يبص على بطاقتي في لحظه من اللحظات، فالدنيا مشيت. ده كمان يعلمنا درس لطيف، انه مش كل الحاجات اللي احنا عاملين حسابنا عليها يعني ومحتاجينها ومأمنينها هي فعلا بسبب ان انا مأمناها. يعني تحس ان كأن في باورز كده معينه او فكره انه وانا دلوقتي بتعدي عليا دلوقتي الساعه دي في حاجات معينه هتطلب مني وفي حاجات مش هتطلب مني، هو ده اللي تحت امبريلة القدر. فلو انا قدري ان انا محفظتي تضيع في الوقت اللي انا فيه ده، ففي حاجات تانية معاها مع فكرة القدر دي، انه كمان مفيش حد هيجي يطلب مني رخصتي، مفيش حد هيطلب مني بطاقتي and so on and so forth. فشيء طبيعي ان لو الواحد مؤمن بشيء هتبقى زي ما تقول كده ايه، هي لوكشة، هي شنطة، هي حاجات كتير مع بعض. لو انت بس مؤمن بالحاجة بالتوبيك الرئيسي يعني قدر. في يوم بقى من الايام طالعه من النادي وشايله بقى على كتفي كده شنطه تقيله بتاعت الولاد وفيها بقى حاجات ليها دعوه بالتمرين وكل الكلام ده، وبعدين لقيت السايس في وشي. انا ما كانش يومها معايا كاش وطالعه فعلا حاسه ان انا عايزه اقول للراجل قد ايه ان انا فعلا مقدراه غصب عني، مش قادره اقدره بالفلوس، لغايه لما بحط شنطه الولاد في العربيه، بفتح السوسته لقيت ايه؟ لقيت المحفظة. بفتح المحفظة لقيت ايه؟ لقيت فلوس. بعد ما انا اوريدي كنت ناوية ان انا ادي للراجل فلوس بس ما كانش معايا، وكنت فعلا متضايقة ان انا مش معايا فلوس عشان الراجل. لما لقيت المحفظة في بالي انه طيب اوكي، يعني انا فرحانة، وكمان عندي فجأة افكار كده اللي هو يا ترى مثلا ممكن يكون فيها قرشين ممكن اديها للراجل ربنا يديها له يعني. فلقيت ان الراجل نصيبه متشال في المحفظة من شهر. الراجل نصيبه متشال في المحفظة من شهر. لو فعلا كل بني ادم فينا عنده من الباورز او من نقدر نقول احنا اللي بنحرك الامور قوي يعني وفاكرين ان احنا بنحركها قوي، فياريت نسمع الفيديو ده بجد، لانه انت بس اقصى حاجة ممكن تعملها هي نيتك. هي نيتك، مفيش حاجة تانية ممكن تعملها. على فكرة انت بتنوي حاجة بس ما تستخفش بنيتك، لان انت لو نويت حاجة في الاغلب النية دي هتساعدك ان انت سميها بقى، ما سميها بقى جذبت اشياء او افكار او افعال من المحيط اللي حواليك، سميها law of the universe ان هي بتساعدك، سميها اي حاجة. المهم ان في الاخر انت محتاج تبقى عارف ان هي نيتك بتحرك حاجات كتير جدا جدا جدا. والحاجة التانية اللي فعلا استوعبتها ان البني ادم نصيبه محفوظ مهما حصل. نصيبك محفوظ مهما حصل، مهما كنت، مهما هتروح، مهما هتيجي، نصيبك هتلاقيه بقى في محفظة مركونة بقى لها شهر. ما غلبتش ان انا اقعد ادور عليها، لانه فعلا انا عارفة ان لما الحاجة تبقى تختفي ده بيبقى معناه ان هي مش محتاجة تكون موجودة معايا دلوقتي، هي محتاجة تكون في مكان ما علشان ليها رسالة تانية. زي ما انا ليا رسالة دلوقتي من غير محفظتي كمان موجودة في الحفظ والصون، متشالة على جنب، فيها حاجات مش محتاجاها دلوقتي وفيها حاجات هستعملها بكرة. قصة المحفظة دي من ضمن القصص اللي بتحصل لي الفترة اللي انا فيها دي. انا القصص اللي انا بقولها تقريبا 3/4 ممكن تبقى بترمي على فكرة الخير، فكرة النعم اللي جايه لي من عند ربنا. ولو ادركنا فعلا النعمة اللي احنا عايشين فيها وبلغنا بيها
يمكن ناس كتير جدا بتقعد تقول ما حدش يتكلم عن الخير اللي بيحصل له علشان الحسد والقر والنبر وكل الكلام ده، وانا فاهمه كويس جدا الموضوع ده. ومن الناحيه التانية كمان في كمان فكره انه ان بنعمه ربك فحدث. انا حابه ابلغ شويه رسالات كده. الرسائل دي لما بتتبلغ، انا مقتنعه ان لما هبلغها وهمشي من الدنيا وهمشي من الارض، انا كده ولا كده ماشيه. ف الخير اللي هيحصل لي كده ولا كده. ولو في اي شيء حصل لي انا متخيله ان هو ابتلاء او شر، فده تخيلي انا، لان انا ما اعرفش اصلا فين الشر وفين الخير. ما نعرفش غير بس الشكل اللي احنا عرفنا بيه الخير، وغياب الخير بنسميه شر. فاحنا ما نعرفش فين الخير وفين الشر قوي بوضوح كده. احنا ممكن نكون متخيلين ان احنا نعرفه واحنا في الحقيقه ما نعرفوش. انا هتوكل على ربنا وهعمل الفيديوز دي، ونقدر نقول انه اعتقادي ان كده ولا كده الناس بتتكلم عن الحاجات الكويسه، بس بشكل ما يعني ما اعتقدش يعني في شكل ممكن يكون في تفاخر او تباهي باشياء معينه هم عاملينها. الفيديوهات دي ملهاش دعوه بيا، انا مش الستوري، انا مش الشخصيه اللي موجوده في الستوري، يعني مش التركيز عليا خالص. التركيز مينلي على فكره نعم، فكره الخير، فكره ان احنا مهما تعبنا نفسنا ولومنا نفسنا او كنا تحت ايد مدير بيلومك او بيلومك لتقصيرك في نسيان او اخطاء، فمحتاجين النهارده نعيد الفكره ونعيد النظر في موضوع الاخطاء، لان الاخطاء فرص للتعلم. ايه ده؟ انا اكيد مش هسيبكم من غير السر. طيب السر هو letting go. let go. سيب الحاجه اللي انت شايف ان هي مش المفروض تكون اصلا معاك دلوقتي. والله انا عارفه ان طبعا الطبيعي بتاعنا ان احنا كبشر ترعرعنا اوكي على فكره انك لازم يكون في اصرار وعزيمه، والاصرار والعزيمه دول بيخلوك تبقى تجري ورا الحاجه لغايه لما تجيبها. فانت كده هتبقى اسمك الانسان الشاطر الواعي اللي ما بتسيبش حقك، ما بتسيبش حاجه، المفتح اللي واخد باله من حاجته. اهلا وسهلا. الكلام ده كله، الالفاظ دي كلها، الليبلز اللي انت بتحطها على رقورتك علشان تبقى راضي بنفسك، حلو، ودي حاجات حلوه قوي وجميله. دلوقتي احنا محتاجين نسيب الشيء اللي احنا متعلقين بيه ده، اللي هو متخيلين ان هو كل حاجه في الدنيا، مش هينفع تمشي من غيره. اوكي، محفظتي، بطاقتي، رخصتي، كارتي، النادي، الميديكال مثلا انشورنس كارد، اي حاجه مهمه انا شايفه انها مهمه، محتاجه ابقى عندي من الايمان ان الحاجه دي لو هي دلوقتي اتشفطت فجاه من غير ما فعلا انا ابقى فاكره هي فين. يعني مش مثلا ايه، ده انا سبتها في بنزينه، ده انا سبتها مثلا، سبت البطاقه بتاعتي عند المدرسه عند الريسبشن وانا رايحه مثلا البيرنتس ميتنج. لا، انا دي خلاص انا افتكرت الحاجه دي فين، فدي ممكن نقول ان هي هتعلم منها، دي خبره. طول ما انا واخده بالي ان الحاجه دي خلاص الدرس المستفاد ايه، ان انا مش هنساها في المدرسه. فدايما بعد كده هتلاقيني وانا كل مره اروح المدرسه اشوف الراجل بتاع الريسبشن ده او اللي عند الجيت اللي هو عند البوابه عند مثلا السكيورتي اللي واقف بره، افتكر على طول فكره البطاقه وابقى عندي الخوف بتاع ان انا انساها. ده خوف مش وحش، ده خوف جيد. عليه على ان هو هيفكرني بحاجه عشان يمنعني من الخطا في المستقبل. لكن حاجه اختفت فجاه من حياتي اوكي، مشيت فعلا المحفظه مش عارفه هي كانت فين، ما اعرفش هي راحت فين، وما انا ما افتكرتش انها فعلا في المكان اللي انا لقيته فيها، لان انا اصلا ما افتكرتش ان انا حاططها هناك اساسا. وده اللي اسمه الغشاوه. في ساعات ربنا بينسينا اشياء، بيخلينا ما نشوفش حاجات، بيخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من حاجات. ده لو انت مؤمن هتقدر تدرك فعلا انه مؤمن، يعني معناها ان انت مؤمن بوجود خالق. اوكي، ايا كان ديانتك، لو انت مؤمن بوجود خالق فمحتاج تبقى مستوعب
ان الخالق ده الجزء بتاع التحكم فيك، اوكي، انت بتسعى وبتعمل مجهود وكل حاجه وبتختار، ولكن في حته اللي هي بتاعته دي، اللي هي انا بقى بحرك حاجات حسب ما انا عايز. ففي وقت معين هينزل عليك غشاوه ومش هتبقى شايف غشاوه، يعني غطا، يعني معناها حاجه انت مش هتخليك ولا تشوف، اوكي، او ما تسمعش او ما تحسش او ما تدركش، دي كلها اسمها غشاوه. فكفر كده بينزل على الحواس بتاعتك تخليك متعرفش تأدي بأحسن شكل، يعني من الآخر كده، اوكي، علشان تخطئ في شيء معين او علشان ما تعملش الحاجه المتوقعه ان هي دايما تحصل منك في الطبيعي. يعني اكيد هاخد بالي ان محفظتي مثلا وانا بحطها في الشنطه بتاعه التمرين بتاعه الولاد، الطبيعي ان انا هادرك ده. ساعتها كان عندي غشاوه في ادراكي ان انا ما خدتش بالي، ايدي مخي بعت رساله لايدي، ايدي حاطط المحفظه في شنطه الاولاد، والمحفظه ما فيش اي حاجه تشير انها في شنطه الاولاد خالص، غير وانا بالصدفه بفتح الشنطه، والطبيعي ان انا ما كنتش افتحها وانا عند عربيتي وانا بحطها في شنطه العربيه، غير ان حصل كده يعني فكره عدت على نافوخي خلتني افتح الشنطه والاقي المحفظه. عامله زي كده ايه، فرحه ان انت تحط ايدك في جيبك في لبس الشتاء ولا لبس الصيف وبعدين تلاقي ايه، فلوس في الجيب. نفس الاحساس بالظبط، اللي هو ايه، محفظتي، اهلا وسهلا، وحشتيني. فعلا حقيقي السر هنا let go، سيب الفكره، اوكي، مادام انت سعيت دورت في الحاجات بمنطقيه، لقيت نفسك ان انت اوكي، انا رحت للمكان الفلاني، دورت في شنطتي، سالت جوزي، سالت الولاد، دورت في اوضتي، دورت في الاماكن المنطقيه، اقفل الباب، السلام عليكم، باي باي، ده مش نصيبي دلوقتي ان انا اخده، لانه ليه وظيفه تانية في المستقبل. انا عارفه ان الموضوع ده ممكن يكون بيخبط في افكار تانية كتير، افكار معظمها ليها دعوه بالمخاوف بتاعتنا، المخاوف في شغلنا. مش معقول طبعا ابقى انا مدير ولات جو مثلا حاجه تايهه، ورقه ما مثلا دوكيمنت مهمه تايهه، بس محتاجه ان انا ابقى واخده بالي انه انا لو انا طول عمري، طول ما انا ماشيه على السيكونس اللوجيكال سيكونس بتاعي في التفكير، وعارفه كويس اراجع نفسي وانا بفتكر انا حطيت الحاجه فين، اراجع مظبوط، اوكي، اول لما اوصل للشعرايه بتاعت اللي هي الاوفر دوينج، اوكي، اعرف ان انا اوكي انا بعطل حاجات تانية في حياتي عشان دي، لا معلش، pause، let go، proceed، كمل بالحاجات التانية اللي موجودة لك دلوقتي، لان في حاجات دلوقتي موجودة عشانك، عشان تساعدك انت دلوقتي انك تكمل المومنت، تكمل اللحظة، تكمل اليوم، تكمل الشغلانة. حتى في الشغل تلاقي في حاجات فيها عقبات كده، اللي هي بنقول عليها فيها بامبس، فيها مطبات، اللي بنتقال عليها قرف، يعني حاجة مش هتكمل، وتلاقي نفسك كل شوية طالعه لك حاجات من حيث لا تعلم. اوكي، let go، استنى شوية. في اشياء ليها دعوة بالاقدار، لو انت اصلا مؤمن بالفكرة دي يمكن الفيديو ده يسمع عندك شوية، يا رب يبقى مفيد. لو كان مفيد بالنسبة لكم برغم ان هو طويل، شير، يمكن يبقى فيه خير يجي عند اي حد مهما كان سنه، مهما كان العمر. يا جماعة الفيديوهات بتاعتي ما بتتكلمش مع عمر معين، انا بحاول بقدر امكاني اني اوصل افكار انا لمساها دلوقتي. يمكن في سن معين الانسان بيبقى عنده الادراك بيبدأ يكتمل اكتر. انا فهمت ان انا قبل كده كان في عندي ادراك معين، الاطفال عندهم ادراك معين، لغايه لما حتى نكبر بيبدا ادراكنا يكبر ويكبر لغايه سن ال40. فبليز ما يعني ترحموا، خلي يبقى عندنا ترحم مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا، لان فعلا الادراك ده بياخد يعني سنين طويله عبال ما يبقى في احسن شكل ليه. محتاجين نأسس نفسنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل على الادراك، انه يقدر يستلم ويستوعب ويدرك ويتدبر ويفهم من الاخر كده الريزن بيهايند، ليه الحاجة دي بتحصل ليا، وليه الحاجة دي بتحصل دلوقتي، وايه اللي اقدر استفيد منه، وايه اللي اقدر اعمله بالحاجات اللي في ايديا دلوقتي. growth mindset، التفكير بتاعنا
اللي يخلينا نقدر ننمو، مش يخلينا نفضل واقفين مكاننا بندبدب في الارض وبنعيط وبنلوم الناس اللي حوالينا. انا منى النحاس، بالانس بينجز، ويا رب الفيديو يبقى مفيد.